السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم ما قاله طبيب المنتخب أحمد كنجو عن إصابة لاعبنا محمد عثمان. إيش هي تفاصيل الإصابة صحيح؟ وإيش هي تفاصيل إصابة محمد عثمان بالتفصيل الممل؟ خلونا نسمع طبيب المنتخب أحمد كنجو، ولكن قبل ما نسمع وقبل ما نعرض أي فيديو ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلينا نبلش على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونمسي بالخير على جمهورنا الكريم. بنطمن جميع الجماهير بانه لاعبينا على اهبه الاستعداد، وكلهم الحمد لله رب صحه جيده سوى اللاعب محمد عثمان. جانا من تايلاند باصابه التهاب في النسيج الكلوي في الساق اليمنى، اجى على سمحوا له باللعب على بعثة المنتخب في تايلاند بشرط انه عدم وجود الورم او عدم وجود الاحمرار. للاسف نتيجه السفر والمجهود اللي قام فيه قبل يومين بالتمرين رجع فيه تورم ورجع فيه احمرار، فهذا بوحي انه ممكن الاصابه يصيبها نكس. فتداولنا معه ومع اداره المنتخب، ارتقينا بالاتفاق معه طبعا انه يرجع على ناديه مشان ما ياثر عليه ولا ياثر على مستقبله. طبعا بيحتاج لعمليه رجع الامارات ورجع اختبار تحسس، يقدر ياخذ الانتيبيوتيك المطلوب ويكون ان شاء الله في صحه جيده. كل همنا نحن ان شاء الله انه يكون لاعبينا كلهم بتمتعوا بصحه جيده وبأهبة الاستعداد، ونقدم مستوى جيد ونفرح الجمهور الكريم ونكون بسمة الوطن ان شاء الله. فهاي كانت تفاصيل لاعبنا محمد عثمان. أتى على معسكر المنتخب في الإمارات، وشوفوا هاي الصورة شلون، صورة مؤلمة جدا لمحمد عثمان وهو قاعد على الكرسي ما يقدر يشارك مع زملائه بالتمارين. شارك بكم تمرين مع المنتخب، وبسبب هاي المشاركة وكما قلت لكم إنه التمارين حاليا قاسية جدا، وبسبب قساوة التمارين اللي قام يطبقها هكتور كوبر على اللاعبين عادت إصابة محمد عثمان اللي كان متصوبها مع ناديه التايلندي. حاليا محمد عثمان للأسف يحتاج إلى عملية، ولكن الإصابة يعني عملية بسيطة، والإصابة إن شاء الله مو قوية. سلامات يا نجم، إن شاء الله بالشفاء العاجل لمحمد عثمان. ولكن للأسف محمد عثمان ما راح يلعب الوديتين أمام كل من تايلاند والبحرين، وراح يرجع على تايلاند كما سمعنا من طبيب المنتخب. وأيضا محمد عثمان اللاعب الخلوق نزل قبل قليل بوست على صفحته الرسمية وتمنى للمنتخب التوفيق بمسيرته القادمة، وقال بالحرف الواحد سأعود قريبا إن شاء الله. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى تكون استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.